ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. فيديو جديد ويوم جديد وكل سنه وانتم طيبين. عندنا امتحانات، خلصنا الامتحانات. امبارح خلصت، ندى لسه هبدأ. لسه هتبدا ان شاء الله يوم السبت، النهارده الخميس. يلا سلموا بقى على فانزاتكم اللي سلمنا في انتوا الأول. مش لا، ما انا هشيل الحته اللي في الاول. ليه؟ هسيبها. طب خلاص هسيبها يا جماعه. طيب يلا شوفوا بقى تعملوا ايه. هنجرب ورق عنب وفواكه. وفواكه استوائية. بصوا، وانا جايه من العمره طبعا جبت لهم حاجه هم ما كانوش عارفين اصلا ان انا هجيب لهم حاجه زي كده. ده ورق عنب اللي هو الساقع او الجاهز، تمام. ف يا ريت اصلا هي بتطلع الشنط، قلت لها انا كنت عايزه ورق عنب، انت بتطلعه. وده ورق أنا هاخد عنب ده. شركه تانية، يعني دي شركه ودي شركه، تمام. قبل ما انا تفتحوها اخد ده. انت في ايه؟ انت عايز اي حاجه؟ رمان. في رمان فين ده؟ ما هو في رمان اهو. أنا هفتح بصوا يا جماعه، استني اوريهم الشركه قبل ما تعملي كده. أرقى. ماشي، ده نوع وده نوع. فهيدوقوا بقى كده ويقولوا لنا بقى ايه. انا ما بحبش ورق عنب اصلا. بصوا، انا جبت هنا ليمون، اوعي تبهدلي هدومك. لا، ريحة ورق عنب. وجبت لهم هنا اطباق حلوه ريحه ورق عنب. ممكن طبق. اتفضلي. ما فيهوش حاجه هتنزل. وريني خدي. بصي مالك هتاكلي من دي ولا طبق؟ من دي. من دي. طب بحط لكم هنا. ماشي. افتح طبق، هاتي طبق. ما بحبش ورق العنب. ايه؟ طب هاتي طبق طيب. ما هو على فكره هم مش شايفين انتوا بتعملوا ايه. أنا بصفي المية. طب خلي طبق صفي في الميه. ماشي هاتي. بس خلاص. خدي الطبق اللي على الحجر. هاتي منديل عشان بصي اللي بينزل ده. ممكن مش كده يا ماما، بالشوكه يا حبيبتي. بقول لكم ايه، هنروح نقف على المطبخ احسن عشان نبقى باينين اكتر. احنا كنا هنقف على المطبخ. كنا هنقف على المطبخ الفطار. الاول، قلت لهم لا تعالوا عشان رجلي وجعاني. يلا نروح يا أمي لا يا أمي. يلا بس هنقف على المطبخ ونجيلكم. استني طب أشوف اعملي ايدك كده اهو، هو بيصور بس. خلاص مش مشكله. بصوا يا جماعه، مبدئيا بصوا ده شكل ورق العنب وده شكل ورق العنب الاثنين. شركة سوسن. لا احنا مالناش دعوه بالشركات، احنا بنتكلم في الشكل بتاعه. بصوا انتوا نفسكم شايفين ايه اهو. يا مالك ده بدبس الرمان يا مالك، لازم يبقى لونه احمر. ده بدبس الرمان. هو فين والتاني- التاني؟ خلاك تجيب دبس الرمان ده. لا ده من غير حاجه. فين اللي هو شركه الورقه سامسونج؟ دي بص ده مكتوب عليه بدبس الرمان، وده بدبس الرمان. يلا ندوق. بدبس الرمان. طب دوق. انتوا مديني، بصوا مديني ايه. يا امي خد السكر يا امي. لا انا ما باكلش ورق عنب. بحبه. ليه ازاي ما تحبوش يعني؟ ما تبقوش يا ستي، كل انتوا براحتكم. طب في ليمون اهو لو عايزين. قولي. كدابه. بعشقه. هو أصلا فيه ليمون. مش ليه ده؟ طب قولي يا مالك، قولي يعني احلى. خدي واحده من دي. انجزي يا مالك. رخمه. لا بتمزج دلوقتي. هو انتوا قصرتوا ولا انا اتولدت ولا ايه؟ انت اللي قلتي. طب انا ممكن وانتوا بتفتحوا دي وتاكلوا ده، انا ممكن اجرب دي. فين بتاعتي؟ انا ليا واحده على فكره والله. انا ما جبتش أحلى. ليا ورق عنب. لا ده احلى. طب انت دوقتي ده؟ كتير بجد. انا سكر عكس. عكس ازاي؟ فيها ليمون كتير. مش دعوه. هي اللي هتاكل. صح؟ قلتلك فيها ليمون. انا اللي حلو. هي حبه. ايه ده؟ ده ازاي؟ لا يا ما امي بحبش ورق العنب. لا، ولو هاكل ورق عنب هاكل ورق عنب البيتي اللي هو لسه طازه. طعمه بيتي بس هو ساقع. لا ده ما فيهوش خضره وسلطه وصلصه كده في ايه؟ في ايه ده ابيض.
طب هاتي دبس الرمان. دبس الرمان هناك اهو، ما تجيبيه، ما هو عليه دبس الرمان يعني. قهوة. ايه رايك؟ حلو. ده احلم بكتير يا ملك. خلاص هي عجبتك ده تاني. حاسة بزيت خروع. زيت خروع. عشان انت بتعرف تفتحي ده ممكن. افتح ده. يا جماعه نفتح ده. مالكوش دعوه بورق العنب، انا ما بحبش ورق العنب. بسم الله. بصوا مبدئيا دي سلطه الفواكه الاستوائيه في شراب خفيف اهي. تمام. قبل ما نفتحها ايه اللي فيها بقى؟ اناناس، بص جوافه. استني اناناس، بابايا، جوافه، موز، ميه وسكر. ماشي. صدقتي؟ بابايا الله يرحمه. عايزه موز مجفف؟ هجيب لك. صف المية دي. لا ايه ده؟ جزر. جزر. فواكه فيها جزر ازاي يعني؟ ده مخلل. مخلل اه. مش هتعرف تجيبه، هيقع. مش صف المية هعرف. الأول. فين الطبق التالت؟ طب هاتي طبق. خدي ده. هاتي ده. بس في طبقتين اهو. سبت. بصوا الشراب اللي فيها ده ميه بسكر زي الكمبوت كده اهي. ماشي. طبعا انت ما جربتوش بس بص. انا جربت ده. مبدئيا ده اناناس. ماشي. اناناس برضه. مين اللي على السلم؟ ما ادري. الناس برضو. لا بس مش عارفه ايه. حلو. هو حلو والطعم كله زي بعضه. موز. ده موز وحش الموز. كنت عارفه ان هي مش عجباني. لا وربنا ابدا. موز ناشف. تحس ان الفاكهه كلها اناناس صح؟ مش مستطعمة حاجة. انا بحاول اشوف طعم مختلف كله زي بعض ما عدا في حاجة الموز. فيها بذر. ها؟ في حاجة فيها بذر. جوافه. البابايا. جوافه اهي. ودي فيها بذر يا ام. لا الناس دي. اناناس. البذر ده بيتشال. اللي فيها بذر عامه الحمرا دي ممكن تكون بابايا عشان هي لونها احمر. دوق الموز كده. دوقي. هي ونص واحده هي. دي اكيد بابايا. شكرا. مش طعمها اناناس. ده اناناس بس بس ناشف. استكشف واحده واحده. دي تنفع في طبق فواكه يتحط دي في كذا حاجه. لوحدها طعم مش قد انت ما كده. جربتيش؟ لا مش حلو عايزة. على فكرة. ايه ده بجد؟ خدي دي. في واحده تانية هناك. لا خلاص. اصل هو عجبها يعني بقول لها خدي. كل الموزه دي. انت ليه عايزه تاخد موزه عافيه؟ طب ما يمكن انت تستطعميها. ما انت بتاكلي ورق عنب ساقع ممكن تستطعميها على فكره. بس دي موزه نيه. دوقيها بس كده. نيه. زي الموز الاخضر اللي بيجي خفيفة ناشف. أكتر. يعني زي الموز اللي بيجي ناشف يعني. دوقيها كده. لا. دوقي حته دي منها اللي بس. فيها طبعا والله حلوه. بتاعتك. ها والله لا، انت خفتي منها. والله طعمها حلو ناشفه بس. طب ما عشان تقيمي صح لازم تدوقي. ما تدوقي يا ملك. دوقي. انا اكلتها على فكره. انا ما شلتهاش من بقي. انا اكلتها يعني اكيد عادي يعني. كليها وحلي بالباقي. بصي يا بنت انت بتشهدي قبل ما تاكليها. حطي في ايه ده موزه. انت بتشمي ده كلها زي بعضها. حاجه بقى. انت بتنام دوده. كمان عندي ورده مش مستطعمة والله. امال استطعمت ازاي زيت الخروع اللي بتقولي عليه من بدري ده؟
يعني حلو حلو. ولا وحش؟ فكرة حلوة. هتسيبوهم لي صح؟ خد اهو، خد يا ماما. كل يوم تفتحي واحد تاكليه. ايه ده؟ كلي. كانوا عايزين ورق عنب جبته له. حاجة تانية؟ عايزين حاجه جربها تاني؟ اجيب لكم ايه؟ شوفوا انت جايبة ايه؟ اشوف انا جايبه ايه. جايبه كيكات. انا عايزاكم تدوقوا التمر عشان هم مش بيحبوه. لا ثواني انتوا ما بتحبوهوش. انتوا دقتوهوش صح؟ انا بتقالك عايزه احنا بطننا دي هبقى استنوا، انتوا ما دقتوهوش صح؟ طيب انا عايزاكم تدوقوه وتقولوا لي ايه رايكم. هتدوقيه؟ امي انا لا، انا عايز تمر بلوز. انا عايزاك تدوقيه بس الاول. انا عايز تمر بلوز. دوقيه بس الاول. هجيبهولك. اوعي. هاتيه وانت واقفه كده. وهاتي ميه عشان تشربوا عشان طعم الفاكهه اللي في بقكم. اشربوا تعالي. ده فاكرين انتوا البوكس اللي كان جاي فيه تمر اللي نزلته لامي؟ ده منادي. ده حق اللي جالي من ماما. تعالي بقى. ماشي اشربي. ده التمر اللي هو السكري اللي انا وريتهولكوا، ولا مش فاكره اسمه، بس والله طعمه حلو ده. بس انا مش هاكل عشان كفايه، عشان البتاع اللي كلته ده مسكر. تعالي بقى. هو ايه ده مخليها تبطل ده عشان بقها؟ روحي اشربي. كلت كله ما عدا الموزه. سوت الموزه. يلا روحوا اشربوا. تعالي. لا مش دول الاول، هي تشرب. يلا تعالي يلا اشربي ميه وتعالي. مش واكله حاجه مسكره. مش عايزه تشرب يعني؟ اوعي كده. تعالي مكانك. بقالكوا قد ايه ما صورتوش فقراتكم يا ندى؟ لا يا امي انا ما اعرف. يا امي لا. قولي لا. لا طبعا مش عايز دي. اتفضلي. حلوه دي والله دي هتقشر ولا لا؟ لا مش لازم تقشر، يعني اشربها بس. كلي زي ما تاكلي. يعني انا دي بقى اقسميها بالنص كده. هعلمكم. بصوا اهي مش عايزه اهي تلزق. اهي. مش لازم تقشري. انت بترمي فين يا ماما؟ ارمي هنا. يا امي التمر ده ولا مين؟ ده بلح. بلح يا ستي. حلو كده. اه بس هنا بيقولوا على التمر بلح. حلو وربنا، بس ما بحبوش. طيب ده وحش؟ امال ليه مش عايزين تاكلوه معايا؟ انا هاكل واحده بس. حلو ده تحفه. هو طعمه حلو. كاين بقى كم من 10؟ عارفه انت لما تاكل حاجه مسكره كتير تيجي تاكل حاجه مسكره اكتر لما تيجي تدوسي كأنك. بس ده مش مسكر قوي. انا لسه يعني. يلا بينا على الدكتور. يلا 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 خدكم نروح على الدكتور. يلا يلا ما احنا مش ورانا حاجه بقى. انا امتحانات ولا امتحانيه. مفيش دعوه. يعني زعلانه عشان خاطر الامتحان بتاعها. هيمتحنوا بنظام البوكلت 14 ورقه. 14. ما اعرفش ايه 14 ورقه دي. كلي خلطات بالقشره دي. لا لسه فيها اهي. كلي 14 ورقه وش وظهر، واثنين نص اختياري واثنين اجباري. عادي ان شاء الله يعدي بس على خير. الاختيار انا بحل الاثنين بس. ان شاء الله يعدي على خير. ثانويه عامه ولا في اختياري ولا في كله اجباري. خلاص يا جماعه، هزر معايا. ايه رايكم في ورق العنب؟ تحفه. وانا اشرب ولا في تاني. تاكل لا. تاني؟ احمد ده بالنسبه لندى حبت ده، بالنسبه لملك حبت ده. كل واحد خد علبه. هي دي اللي عجبته. سبحان الله. ده والله في. خد يا ماما هي حره، سيبيها تاكله بقى. كملي يا حبيبتي. حطي طبق تحتيك يا ماما. وهنا في كام واحده اهو؟ 3. اتعشي بيهم بالليل. طب دوقي يا امي. لا ما بحبش جربي واحده. هو ليه ما بحبش ورق عنب؟ لا بتحبيه يا امي. جربي. المحشي ما كنت شكله ملهلب كده انت وسخن. هسخنهولك لا ما بتسخن. عشان تاكله. يا امي جربي. طب هو انا في الطبيعي باكل ورق العنب؟ اه. انا ممكن اكل واحده 2 بس طب ماشي، كده. ما دي واحده. دي نص ده واحدة. مزز يا نايم. مش مش عارفه. مزز يا امي والله حلو. هاتي لي حله ورق عنب سخنه. انا اكل غصب عنه حلوين قوي كده. يا امي يلا. بصي والله الرز بصي حلو ازاي. يا امي لا، ما انا بقي في بلح. انا مستنيها تتقشر.
عايزين ناكله بالعافيه. الله طب ما تجربي حته صغيره. لا ما بحبش انا الحاجات اللي زي حط لك كده. على الليمون. يا لا بقول لك مزز انا ما هحط لك على الصوص باكلهوش. ده. ايه ده ما بسكر، ده مسكر ده. يلا يا جماعه خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو فيديو ظريف لطيف سريع كده ملوش اي لازمه بس حلو. يلا ان شاء الله يخلصوا امتحاناتهم ويبداوا يصوروا في ما قلنا قناتهم تاني. خلصنا. مش انتي، الكلام مش موجه ليك انتي. الله، الكلام موجه للصغيره دي القزعه. مالكم انا الصغيره. ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي يا عيني. عيط يعني. مش ايه العبط ده؟ يا تخشي معايا في المدرسة يا هتروحي. تروح فين ان شاء الله؟ لا يا حبيبتي انا كده هبقى اعلى منك اصلا فريحي. هتبقي جايبة أكتر من 95%. طب ده كان اعمليها. مالك كانت جايبه بس اقسم بالله حافظه زي ام الرقم بتاعها عشان اجيب اعلى. مالك كانت جايبه 267 من 280 صح؟ اه وربنا كان كام في المية؟ 267 95. يعني انت هتجيب لي 99. هجيب 96. ايه ده يعني انت كل المهم ان انت تعديها بدرجه. ناقصه 20 درجه. هتجيب 25. 11. 25 ونص عشان تبقى انت المهم ان انت تعديها حتى لو بنص. لا ان شاء الله هبقى 200 حاجه و70 ان شاء الله. تعرفي ان مطلعين من على فكره السنه اللي فاتت انا ناقصه. تمام. المفروض يطلعوا 10 الاوائل، طلعوا 9 الاوائل عشان ما يجيبونيش. يعني انت هتطلعي من ال10 الاوائل؟ ما ضحكتوش ليه؟ احنا ما بيطلعناش عندنا اصلا 10 اوائل. اما هي كانت معاكي، ايه اللي ما بيطلعوش؟ بيطلعوا. لا 9. ايه؟ انت ما ضحكتوش ليه؟ على ايه؟ اللي طلعوا 9 الاوائل وما طلعوش ال10 اوه ماي جاد. عشان ما يجيبونيش. انا راح اتخانق مع مستر عاطف دلوقتي. خلاص اعتبر ان انت من 20 الاوائل. انا من 10 الاوائل. لا مش من 10 مش اوائل. من 10 من الاوائل. 10 متكرر اقسم بالله. صاحبتي جايبه 95 برضه، طلعوها. يعني ازاي 95 وطلعوها؟ طلعوها والله. كانت مالك مش اللي هي الدرجه بالدرجه. يوم اللي هو مش مش بالمية. بالنسبه. لا بالدرجه. طب ما 95 ممكن تكون هي جايبه اعلى منك بكام درجه؟ يا عادي. ستي اصبري، هما بيطلعوا مثلا ايه الاول مكرر، التاني مكرر، التالت مكرر، الرابع مكرر. ماشي جمعه عندك ال10 اوائل يبقى انت ال20. خلاص. لا ما وقفوش عند انت ال10، طالعه وقفوا عند الاولى، انت طالعه الاولى. ماشي اعتبر نفسك ال9 المكرر. لا طب في 2 9. بكرر ايوه لما ما المسك. انا المفروض ان انا من 10. ال10 يعني ال10 ايوه انت بكرر شويه. حد يقول لنا حل للكهرباء دي. قولوا لي كده ايه رايكم، هتجيبوا لنا عدد تاني ولا لا؟ ها؟ فيها كارت. والله العظيم كررت مرتين. كارت مره. يا ابني بس. هتجيبي تاني ولا لا؟ ده لكن ده طيب مش خليكم فاكرين بقى. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم وسيبكم من الحوار اللي عدى ده حوار عائلي كده في البيت كان بيحصل على طول دايما يعني. هو انتوا ليه لما جبت 95% ما زغرتوش؟ زغرتي. ده زغرت. نتيجتي بقى ان شاء الله. اصلا ايه ده 95% في الترم الاول؟ نعم. الترم الثاني. اصلا انا دلوقتي في الترم الاول دلوقتي. هي ما قالتش في الترم الاول كده. مالكيش دعوه بيا بقى. الترم الاول كام درجه؟ كام؟ يا رب اجيبها في ثالثه ثانوي يا رب. مالكيش دعوه بالترم يا رب الأول. اجيبها في ثالثه ثانوي يا رب. مالك انت نفسك تخش كليه ايه؟ مش حاطه هدف بصراحه. عشان ليه؟ كده ما بعملش. تبي لها هدف؟ ربنا. لازم مع يكون علمي؟ عندك هدف. ما عنديش. انت تخشي علمي برضو؟ ما عنديش. انصحوها يا جماعه، انا مش عايزه تخش علمي. مش هتقدر على علمي. يا امي طب ما الادب وحش قوي يا امي. حاسه ان انا ابقى ما بحبش الادب. هتعيشي حياتك في ادبي على فكره. هعيش حياتي في ادبي. مالهاش هدف هي. يعني بصي يعني انا مثلا ده ايه. انت الانجليزي مش فاهماه. كملي طب اخش ادبي؟ خش علمي. اخش تجاره؟ تجارة. ماشي ادبي. هطلع ايه؟ لا السنة لا الخارج. مهندسة في علمي. لا محاميه. هتطلعي ادبي ممكن تخشي حقوق اعلام ألسن. ألسن. ايه يا امي ده؟ ايه ألسن ده؟ ألسن دي ايه ألسن ده ده؟ حاجات تبع التكنولوجيا. ما انا مش بحب الاعلام. هطلع على التلفزيون. ما تطلعش على التلفزيون، تطلع في الراديو. هتطلع تعمل لهم علم متنمرة وربنا. هطلع بجد يا امي. الادب بحسها وحشه قوي. مش انتي كنت عايزة تطلعي ظابط؟ تغلطش بحد. لا هي متأخرة. الحقي بقول لها مش كنت عايزة تطلعي ظابط، بتقول لي ايه؟ ايه حصل. لا
ابقى ظابط لا. لا خش حقوق بقى. ده انت بصي عايزه ظابط احبس. ها خش حقوق. تمام خش حقوق بس. حقوق اه بس دي مش ثانوي عام صح؟ ايه ده بقى؟ لا ثانوي عام. حاطين ورقه ثانوي العنب عام حقوق؟ بالبتاع. علم ولا ادبي؟ ادبي. هطلع ايه؟ محاميه. محاميه. ايه ده؟ الله محاميه ماشي، بس انا ما بفهمش في العدل. ماشي انت مش قاضي اه انت يا ماما دي محاميه. مش عادل، هي ما بتعدلش فعلا. كده انا اعمل ازاي؟ يومي لا ثانيه، المحاميه دي اللي هو عادل بين اللي هو الصح والغلط. المحامي اللي بيدافع عن اللي عامل جريمة. عن المظلوم، مش اللي بيدافع عن اللي عامل ماشي جريمة. انا فاهمه، بس انا في المحامين افرض انا مثلا عامله جريمه ورايحه اقف لمحامي، المحامي هيعمل ايه؟ ما اكيد هيدافع عنه. هيدافع عني وانا عامله جريمه. ما انت بقى بصي، المحامي بيختار المتهم بتاعه سواء بقى فعلا مظلوم او ظالم. لو هو بيختار مظلوم إيه؟ لو هو ظالم هو اللي بيكون عايز المحامي عشان يطلعه من الجريمه. ماشي المحامي كده هيطلع نفسه ان هو وحش وان هو بيقف مع الجرايم وانت لازم انها تختار واحد. ما انا اروح اقول له لا مش هشتغل مش هقف معاك قلت له معلش بجد. ايوه بحسهم بيتكسفوا قوي. بيتكسفوا. لا والله. هو جريمي. اقول له معلش انت مجرم. ايه ده؟ طب ما كده انا اروح احبسه واخلص. طب وبعدين خلاص طبعا ممكن مفيش حاجه ان هو خلاص يا جماعه احنا بنتكلم في موضوع سابق اوانه، فقولوا لنا رايكم في التعليقات عن الحوار اللي حاصل، لو حابين نعمل فيديوهات من النوعيه دي كده ونفضل نهزر كده ماشي. هو بوزة 19 دقيقة. انا مش خلاص يا جماعه الفيديو طول كان كفايه. يا نهار ابيض. كفايه 19 لسه لا لسه في الشويه اللي هناك. يا نهار ابيض يا لهوي. خلاص يا جماعه الفيديو حلو. باين قوي. مين اللي رغاي؟ انتوا رايحين؟ انا بس كده عيب والله، انا هطلع محاميه. ايه يعني ثواني لو طلعت محاميه مش هينفع امسك كده؟ طب يا انا دلوقتي ما بحبش المحامية. ده انا اضربكم في بعض. مالك هتطلع ايه معلش؟ مش عارفة. مالك؟ هطلع على السلم برضه. مالك مش تطلع على السلم، مالك تطلع في الاسانسير. هتلاقي والله مش هزر يعني. طب خلاص عشان الفيديو نتكلم بعدين. خلاص يا جماعه نبقى لو عايزين تكمله الحوار ده قولوا لنا في التعليقات. يلا باي باي.